الموضوع ده انا شغال عليه انا وفريق الاعداد بقالنا حوالي 3 اسابيع من خلال تجميع معلومات كافيه وشافيه ووافيه من مصادر داخل النادي الاهلي حاليا، من مسؤولين سابقين، مسؤولين حاليين، لعيبه داخل الفريق الاول، علشان نقدر نوصل لحضرتك حاجه جديده ومفيده، بعيدا عن انه الراجل فقد الشغف، الراجل يشيل الليله، هبه الاهلي راحت، اصل كولر هو اللي عمل، لو كان فيه. لا، كل ده كويس، لكن اكيد المساله لما يتعرض الاهلي اللي فاز ب2 دوري ابطال افريقيا، اللي لعب كاس العالم مهاجم امام ريال مدريد، اللي لعب كاس العالم وهو مهاجم امام اتحاد جده وامام فلومينينزي في النسخه الاخيره، اللي ضغط على العين 90 دقيقه وبينه وكانه فريق صغير، لا يعقل باي حال من الاحوال ان يتحول هذا الامر لفريق بيدافع في ملعبه في استاد القاهره قدام سان داونز ويتغلب في النهايه او يتعادل ويخرج من البطوله. لازم يكون في مجموعة من الأسباب خلت كل اللي حصل ده يحصل، وبالتالي شوية كلام مهم جدا لجمهور النادي الأهلي وكل الجماهير بشكل عام المحبة للكورة إنها تسمع اللي حصل بالتفصيل. وهنا أنا بنقل لحضراتكم معلومات بعيدة عن وجهات النظر. الأهلي خسر من سان داونز 5، كان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وكانت الملحوظة الأولى اللي اتفق عليها مارسيل كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ أن هناك خلل بدني واضح ضرب النادي الاهلي، انه ما ينفعش الاهلي فنيا يخسر 5. في مشكله واضحه عند الفريق اللي استلمه مارسيل كولر لازم تتحل النهارده، وبالتالي بعد مباراه ال5 جاء التعاقد مع الدكتور ايهاب علي. اشمعنى ايهاب علي؟ ده راجل النهارده بعد ما ترك الاهلي او بعد ما مشي من النادي الاهلي موجود في الامم المتحده، اتحاد له تقل. ايهاب علي استغل الموقف هنا انه يبدا يعمل حاجه مش موجوده في مصر، ان كل لعيب يبقى له فايل، كل لعيب طبقا لحالته البدنيه، طبقا لطبيعه جسمه، مجموعه من التحليلات باجهزه خاصه تم استخدامها من امريكا بتاعت ايهاب علي، كل واحد بقى له فايل، ازاي يشتغل بدني، هياكل ايه امتى، قبل الماتش، اثناء المباراه، بعد المباراه، ينام ازاي. كان كل واحد ماشي زي الشعره. نفس اللعيبه هي اصبحت في التدريبات، اصبحت في المباريات بتقدم مستوى بدني اعلى بكتير من قبل كده. المكملات الغذائيه اللي بتساهم بدرجه كبيره جدا في تعويض حاجات معينه مش هتاخدها من الاكل، ده فايل كبير وعميق. انا باخد لك بس الحاجه اللي هي على طرف المعلقه. ايهاب علي كان نقطه قوه كبيره جدا موجوده عند النادي الاهلي. لما بعد ايهاب علي عن النادي الاهلي، وانا هنا مش بناقش الاسباب، ماليش علاقه بالاسماء، الاداره تشوف اللي هي عايزاه، عندها وجهه نظر بشكل او باخر، لكن هل الدور تم تعويضه؟ ده هو السؤال المهم. له ما له وعليه ما عليه، خالد الجوادي. لكن بتكلم تاني عن الدور. احد لاعبي النادي الاهلي بيحكي لي حكايه في مباراه كاس العالم للانديه قدام فلومينينزي، واحده من افضل مباريات الاهلي، اللي لو كان ساعتها معاه وسام ابو علي كان الاهلي لعب نهائي كاس العالم قدام مانشستر سيتي اخر نسخه. بيقول لي انه قبل مباراه فلومينينزي كان تدريبه كولر ساعتها على انه ازاي هنعمل تمرين الضغط من قدام على فلومينينزي، عايزين نقطع بسرعه علشان تقدر تعمل موقف بتكسب فيه لعيب زياده فتسجل. بعد التمرين اللعيبه خارجه من الملعب بتبرطم، اللي هو ايه، احنا بكره هنشيل 4، لانه محدش من اللعيبه هيقدر يعمل ده. سمع الكلام الجوادي وداه الكولر فكره ان اللعيبه مش واثقه انها تقدر تعمل ده. اللعيبه فين؟ دخلوا اوضه اللبس. كولر استدعى اللعيبه من اوضه اللبس، تعالوا انا بثق فيكم، هنعمل ده بكره، هنكسب، لو حصل اي حاجه انا هطلع قدام الاعلام واقول ان انا السبب. كان هذا حديث كولر مع اللعيبه بشكل مباشر. الاهلي لعب واحده من افضل مبارياته على الاطلاق في المونديال ده، اتحاد جده لو نفتكر، هجومي كولر، وقدام فلومينينزي لعب مباراه ممتازه كان ينقصها المهاجم. الدور اللي بعض اللعيبه تحتاجه نفسيا اكتر من اي حد تاني. النهارده بنعاني مع وسام ابو علي، هداف الدوري، احسن لعيب في الاهلي، اللي سجل 500 جون في فتره قد كده، لان وسام لاعب محتاج الى احتواء نفسي اكتر. مع كامل الاحترام والتقدير، راى النادي الاهلي انه لازم المترجم يبقى مترجم كما هو، مالوش صلاحيات اكبر، ممتاز. الدور مين عمله؟ دي النقطه. الفكره مش في الاشخاص، الفكره في الادوار. حاجه تانية مهمه، كريم فؤاد مركزه كان باك يمين. كابتن سامي قمصان اقترح في وقت من الاوقات انه يتحول لباك شمال يسد العجز لجزء من الوقت. نجحت الفكره، لكن الاساس هنا ده استكمالا لدور الجوادي، انه كان نقل المعلومه لا يتم بشكل مباشر. انتوا شفتوا اول امبارح كولر وهو بيزق محمد شوقي بيقول له ارجع، انا اللي بوجه. دي الطبيعه، تقبلها او ما تقبلتهاش ده موضوع تاني، لكن الراجل سيستمه كده انه انا اللي بتكلم. فكان الجوادي حلقه وصل ما بين سامي قمصان اللي عنده من الكوره كتير بالمناسبه، ايصال بعض الافكار. ده بيعمل ايه؟ يخلي الراجل المدير الفني عنده وجهتين نظر، 3 وجهات نظر، عندي فكره والتانيه والتالته، نحاول ان احنا نوصل لانسب فكره ممكنه. بالذات ان كولر واحد من المدربين اللي كان شويه لا يثق في قراره 100% غير بعد التجربه كتير، فمحتاج اللي يقول له انت صح في ده، اعمل ده هتلفق. زاد الدور ده تعقيدا عدم وجوده برحيل كابتن سيد.
لان كولر عنده عيب تاني ومشكله تانيه اللي تفرضه عليا لا ماليش في الكلام ده، ما احبوش. فخالد بيبو مع كل المحاولات الكتير اللي عملها لاقناع الراجل، وده اللي حصل في الاخر، لكن قعد فتره طويله يعاني لانه مش جاي على مزاجه الشخصي. نفس الموضوع بالنسبه لعلي معلول وغيره 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 وغيره. ففهم طبيعه كولر اللي عمل بيك الكلام ده كله، بالمناسبه اللي عمل كل هذا الكلام انك ما قريتش المشهد في الحته دي، ان في دور مش موجود، بقوا دورين مش موجودين، مشي سيد عبد الحفيظ بقوا 3 ادوار مش موجوده، مين ياخد الادوار تاني وتالت ورابع؟ الفكره عمرها ما كانت اشخاص، لكنها كانت ادوار. الجزء الفني الخاص بمارسيل كولر أسيء تفسيره، بمعنى ان كولر واحد من المديرين الفنيين اللي جه للاهلي، ولما خد الثقه مع الاهلي لعب الكره اللي انتوا شايفينها. طب هو الراجل ده ازاي رجع بهذا الدفاع السيء جدا؟ يعني بتدافع حتى وحش. طب انت من امتى كنت دفاعي؟ قليل من هيكتور كوبر. ما هو اللي جاب ما قراش دي كويس. روبرت ألبشت ده حارس مرمى منتخب النمسا، كان بيتكلم على مارسيل كولر بعد تجربته مع منتخب النمسا، وقال انه مدرب بيهتم بالتفاصيل الصغيره، لكنه يبحث دائما على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي اكتر من اي حاجه. ده حارس المرمى اللي اتدرب مع مارسيل كولر. في مقال تحليلي للبروفيسور هيلمت كاسبر كان بيتكلم على 8 دروس يمكن المديرين الفنيين تعلمها من مارسيل كولر. ايه اكتر حاجه راح عليها؟ انه مارسيل كولر يركز على التكتيك، التنظيم، الانضباط، يمنح الحرية للاعبين للتعبير عن أنفسهم، ولا يحب الاندفاع الهجومي. واحدة كانت مهمة جدا في صحيفة كيكر الألمانية لما تم وصف كولر بالمدرب العملي الباحث دائما عن النتائج حتى لو كان على حساب الاداء الجميل. انت جايب راجل كده، هو انت مين اللي قالك ان انت جايب مدرب فلسفته بالاصل هجوميه او مبنيه على الاستحواذ مش مكونه؟ انت جايب حد الديفولت بتاعه كان كده، بس هو جه فريق مطالب ان هو يكسب طول الوقت، كان حوالين مجموعه بتدير هذا الامر، بتوصل له اللي بيحصل في الاعلام، مجلس الاداره، انطباعات الجماهير، الدنيا اخبارها ايه، انت رايح بتلاعب الاسماعيلي ده اخباره ايه، الزمالك ده اخباره ايه، بيراميدز ده اخباره ايه العداوه اللي كانت موجوده في الكوره ما بين الاهلي وبيراميدز، بين الاهلي والزمالك. لما انت بتشيل الفاش اصبح الراجل اعمى. الاخطر من ده ان بقى الصدام بينه وبين اللعيبه، ولما تحط راجل اوروبي في صدام مع اللعيبه المصريين خسرت كل حاجه، لانه بقى راجل انا ما عنديش الثقه في نفسي، في افكاري، انا مش شايف اللي حواليا، انا هتعامل مع اللعيبه دي بطبيعتي الاوروبيه سويسري. فلما شلت كل الفيش ظهر كولر الرو، الماده الخام، كولر ما قبل الاهلي، اللي هيدور على الدفاع واللي هيدور على الانضباط قبل الاداء الجميل، قبل الاندفاع الهجومي، قبل اي حاجه في الدنيا، في محاوله لكسب الوقت يمكن الحق كاس العالم للانديه. ده اللي حصل. عايز تشيل الشيله كامله انه شخصيته، ما هو لو بيفرض، ما هو لو اصل مش عارف ايه، كويس. هو انت فاكر اللي بيفرض شخصيته ده هيريحك 100%؟ هيتقبل انه يسمع من حد 100%؟ ما كل حد له مميزات له عيوب، لكن كان في حاجه شغاله ودايره وبتطلع قماش وناجحه وبتلعب حلو وبيجيب اجوان وبتاخد بطولات وتكسب اي حد، بتعمل كل حاجه. انا هنا مش داخل في تفاصيل ليها علاقه بالميركاتو لان ده اخر حاجه. الاهلي دعم وبيدعم، بس بتكلم على وقت الاخفاق. بتتكلم على الاهلي النهارده اللي هو بتاع تريزيجيه وبتاع زيزو اللي لسه ما وصلوش. الاهلي النهارده على الارض مش بالقوه المنتظره لكاس العالم للانديه. انت كنت مراهن على انه في تريزيجيه ورجع حمدي فتحي وزيزو وعبد المنعم ربنا يشفيه قبل الاصابه، كل ده كان موجود، لكن النهارده ده مش موجود.